يلا يلا، كل واحد ياخد مكانه. ما قدامناش وقت كتير، لازم نلحق نتدرب قبل الماتش. وقبل ما نبدأ أحب أفكركم بقواعد اللعبة. لازم يكون عندنا كلنا روح رياضية، نلعب بهدوء علشان نحافظ على سلامتنا وسلامة غيرنا. جاهزين يا أبطال؟ جاهزين يا كابتن. ايه اللي انت بتعمله ده يا كرولوس؟ مش اتفقنا اننا نحافظ على سلامة بعضنا؟ ايه يا كرولوس، انت لسه متضايق؟ تفتكر يا مينا اللي انا عملته ده كان غلط؟ بصراحة كده يا كرولوس، انت غلطت ولازم تروح تعتذر للكابتن. اعتذر؟ طب يا ترى لو انا فعلا رحت واعتذرت له هيسامحني؟ هيرضى اساسا يقبلني في الفريق تاني؟ طبعا هيسامحك وهيقبلك في الفريق. عارف يا كرولوس، انت فكرتني بواحد كان زيك كده زمان، كان فاكر ان الاعتذار ده ملوش فايدة. تعال احكي لك. ابوك غني، ابوك عنده فلوس كتير، ابوك حرمك من الفلوس بقى ده اسمه كلام؟ يبقى ابوك غني وانت ما تتمتعش بالفلوس، امال هتتمتع بيها امتى؟ لما تعجز وتبقى راجل كبير؟ ما تروح تاخد نصيبك من ابوك. اروح اخد نصيبي من ابويا؟ اخد نصيبي دلوقتي؟ طب ازاي؟ ده ابويا عايش وبيصرف عليا وانا مبسوط جوه البيت. ابدا ابدا، ده بيضحك عليك. هو انت في ايدك حاجه؟ ده ابوك واخد كل الفلوس بتاعتك. في يوم راح الابن الصغير لأبوه وقال له: ابويا، انا كنت عايز اطلب منك طلب. خير يا حبيبي، ده انت حبيبي خالص. انا كنت عايز يعني كنت عايز نصيبي في الفلوس اللي عندي. ايه بتقول ايه عايز نصيبك؟ يعني ايه؟ هو انت مش اخدت المصروف بتاعك؟ لا لا لا، يعني كأنك مت وانا عايز اورثك. ياه يا ابني، جبت الكلام الوحش ده منين؟ جبت الفكرة الوحشة دي منين؟ انا ماليش دعوة، انا عايز نصيبي. طب يا حبيبي اسمع كلامي بس. لا انا عايز نصيبي. طب اسمع كلامي بس. لا انا بقولك عايز نصيبي. طيب خد يا حبيبي نصيبك اهو، اعمل بيه اللي انت عايزه. ياه خلاص، انا خدت نصيبي وماشي وماليش دعوه بالبيت ده. البيت ده زي السجن، انا ايه اللي مقعدني فيه؟ الله، انا خرجت الحريه. برافو عليك، خدت نصيبك من ابوك. يا سلام، اصحابي معايا والفلوس ويايا. ياه، ده انا هعمل اللي انا عايزه. يلا بينا نروح ننبسط في المكان البعيد اللي هناك ده، بس احنا هنحتاج فلوس. ولا يهمكم، خدوا، انا معايا فلوس. ايوه كده، يلا بينا. يلا بينا. انا كده كده ويايا فلوس واصحاب ومش محتاج حاجه. يسوع حكى لنا عن إنسان شيخ وغفور وله ابنان، قلبه بيهم كان فرحان، بيته بيهم كان مليان. يسوع حكى لنا عن إنسان شيخ وغفور وله ابنان، قلبه بيهم كان فرحان، بيته بيهم كان مليان. الصغير قال لأبوه: اديني نصيبي من المال. قسمها بينه وبين أخوه وقلبه مش راضي عن الحال. الصغير قال لأبوه اديني نصيبي من المال.
مشي الابن الصغير لمكان بعيد، لكن اللي حصل إن الفلوس اللي كانت وياه ابتدت تخلص شوية بشوية. ايه ده؟ ايه ده؟ الفلوس اللي معايا خلص بجد؟ يلا يا عم نمشي، ده فلوسه بتخلص، ده ملوش لازمة. يلا يا عم، كفاية كده، ادينا اتمتعنا يومين، يلا يلا. بعديها ابتدى يحتاج ويدور على أصحابه، وفي وشه اتقفل الباب من اللي كانوا أحبابه. بعديها ابتدى يحتاج ويدور على أصحابه، وفي وشه اتقفل الباب من اللي كانوا أحبابه. دور على شغلانة عشان يقدر منها بس يعيش، للخنازير يراعى وكمان ياكل الخرنوب يا إما مفيش. دور على شغلانة عشان يقدر منها بس يعيش، للخنازير يرعى وكمان ياكل الخروف يا إما مفيش. يا عالم، اعمل ايه؟ لا بقى معايا فلوس ولا بقى معايا اصحاب. انا لازم اشتغل اما اشوف الراجل اللي هناك ده يمكن يشغلني. يا عم، ممكن تشغلني عندك اي حاجة؟ باين عليك والناس، بس هشغلك ازاي؟ شكلك كتير لابس جلابية نظيفة وشكل شعرك حلو. لا لا، انت ما تنفعش الشغلانة دي خالص. بس عشان خاطري، انا مش لاقي اكل، انا جعان، شغلني اي حاجة عندك، انا جعان ارجوك. احنا ما عندناش غير شغلانة واحدة، ايه رأيك تيجي تلعب الخنازير بتاعتنا؟ ايه ده؟ ارعى خنازير؟ طيب ماشي، ايه يعني، هرعى الخنازير. طيب تعال معايا. ايه ده؟ انا نفسي اكل. ممكن اكل من اكل الخنازير؟ اوعى تمد ايدك على اكل الخنازير، اكل الخنازير ده علشان الخنازير بس، اوعى تمد ايدك عليه وتاكل، انت فاهم؟ ابتدى الابن الضال صحته تضعف وجلابيته تقدم، ويبيع صندله ويمشي حافي. وفي يوم وهو قاعد سرحان فكر في فكرة. رجع لنفسه ساعتها وقال بإيدي أنا سبت الخيرات، الأكل الباقي بيتشال، ده بيت أبويا مليان بركات. رجع لنفسه ساعتها وقال بإيدي أنا سبت الخيرات، الأكل الباقي بيتشال، ده بيت أبويا مليان بركات. أقوم أروح له وأقول له سماح، أخطأت لله وأمامك، ولولا عذري مش مرتاح، اقبلني عندك خدامك. أقوم أروح له وأقول له سماح، أخطأت لله وأمامك، ولولا عذري مش مرتاح، اقبلني عندك. ايه ده؟ ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اتاريني كنت مفكر غلط، كنت فاكر ان بيت ابويا سجن، اني لو خرجت بره هبقى حر. لا لا لا، ده بيت ابويا هو الحرية، وبره هو اللي سجن. انا لازم اقوم دلوقتي واروح لابويا. ايوه، اروح لابويا، اقول له اني غلطت في حقه، اقول له سامحني. انا مستحقش ان اكون ابن ليه، بس هترجاه، اقول له خليني حتى لو عبد من عبيدك. ايوه، انا راجع. ورجع الابن الضال، وهو راجع في الطريق فضل يسأل نفسه أسئلة كتير. يا ترى ابويا هيقبلني؟ طب ازاي؟ يا ترى ابويا هيقول لي تعالى ولا هيقول لي امشي، اطلع بره، انت مالكش مكان هنا؟ يا ترى ابويا هيعرف شكلي كده ولا لا؟ بس انا اتبهدلت خلاص. يا ترى ابويا هيقول لي انت خدت نصيبك، مالكش مكان هنا؟ ولو قال لي كده
هقول له هترجاه انه يشغلني حتى لو خدام عني. ياه، اديني وصلت البيت اهو. ايه ده؟ مين اللي قاعد هناك ده؟ ده ابويا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مشية ابني. ده ابني اللي جاي من هناك ده. ده ابني. يا ابويا، انا غلطت في حقك. انا ما استاهلش ان اكون ابنك. انا يا حبيبي انت رجعت. انت وحشتني خالص، انت وحشتني جدا. يا ابويا، ده انا فكرتك انك مش هتقبلني تاني، انك هترفضني. ارفضك ازاي بس؟ ده انا هديلك 5 هدايا. 5 هدايا؟ ايوه يا حبيبي. بس انا عارف ايه هي اول هدية هي حضنك اللي انت دايما فاتحه يا بابا لاولادك حتى لو غلط. صحيح، ده انا مستنيك من زمان، ومهما غلطت انا فاتح حضني ليك. اول هدية هي حضني، تاني هدية حلة جديدة، تالت هدية خاتم في صباعك، رابع هدية حذاء في رجليك. طب وخامس هدية ايه؟ كان عندنا عجل بنربيه علشان نذبحه، ولكن من فرحتي بيك هجيب العجل واذبحه واوزعه على الناس علشان تفرح معايا بيك. اصل ابني ده كان ميت وعاش، وكان ضايع ولقيناه، والسما بتفرح بخاطي واحد يتوب. يا ريت الكل يبقى شاطر زيك يا ابني، ولما يغلط يتوب. عندك حق يا مينا، انا لازم دلوقتي اقوم واعمل زي الابن الشاطر. انا هروح دلوقتي اعتذر للكابتن. يا كابتن، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. انا بجد اسف اني ما سمعتش كلامك وغلطت، ومش عايزك تزعل مني. خلاص يا كرولوس، انا مش زعلان. يلا اجهز علشان ميعاد التدريب. بجد يا كابتن؟ حاضر انا رايح اهو. لما في يوم تغلط في حد او تعمل حاجة تضايق، قول اسف، قولها بجد، هد اعصابك، خليك رايق. لما تغلط وكمان تعند، كلمة اسف ما تقولهاش، تلقى صاحبك عنك يبعد، روح اتأسف له ما تنساش.